تحكي الميثولوجية الإغريقية عن معبود عملاق اسمه أطلس، من شدة علوه تكاد رؤية رأسه الأعلى منعدمة صيفا وشتاء، ويتصف هذا العملاق بجبروته وقوته. وقد عوقب أطلس من زيوس الإله أشد عقابا، كونه ثار وتجرأ على الآلهة، بحيث قام أطلس باكتساح جبل الأولمبي الذي يعرف بعظمته والذي هو مسكن للآلهة، فكان عقابه الصارم أن يحمل على كتفه قبة السماء، وقيل بأن عقوبته كانت بحمله الأرض ويقضي بذلك ما تبقى من حياته، كجزاء على فعلته وذنبه حينما صارع الآلهة. يرى أغلب الباحثين على أن إطلاق تسمية بحر الظلمات على المحيط الأطلسي ما هي إلى من أصول معاني كلمة أطلس، بحيث تعني كل من أدلاس المشتقة من تيدلاس أو تيلاس الظلام في الأمازيغية، ولكون الثلوج تغطي قمم جبال تونس والجزائر والمغرب التي تدعى أطلس، والمنحدرة إلى المحيط الأطلسي، بحيث نتيجة الثلوج الدائمة في قممها فإنها تحجب الرؤية عنها من كثافة الغيوم لتظهر معانقة للسماء، بحيث كانت هذه المعلومة مؤكدة من أغلب من زار المنطقة وعاينها وشهد عليها، ليسمى المحيط بالمحيط الأطلسي بحر الظلمات. ففي الإلياذة الإغريقية ذكر على أن أطلس هو أحد الآلهة والملوك الليبيين الأمازيغ، كما ذكر ديودون الصقلي على أنه من الأمازيغ، كما ذكره أيضا هيرودوتس وأفلاطون، وقالوا عن أطلس أنه كبير الآلهة لدى الليبيين، والليبيين هي تسمية قديمة للأمازيغ. فقد أورد هيرودوتس في كتابه الثاني صفحة 5: وتلك المعبودات التي يزعمون، يقصد المصريين، عدم معرفتهم لها وعلمهم بها، يبدو لي أنها كانت ذات أصول وخصائص بلسجية ما عدا بوسيدون، فإن معرفة الإغريق لهذا الإله قد كانت عن طريق الليبيين، إذ ما من شعب انتشرت عبادة بوسيدون بين أفراده منذ عصور عريقة غير الشعب الليبي الذي عبده أبدا ومنذ القديم. وفي الميثولوجيا الأمازيغية فإن بوسيدون هو أبو البطل الأسطوري الأمازيغي أنطيوس أو أنتي بالأمازيغية، وهو زوج جايا إلهة الطبيعة والأرض، كما أنه أبو أثينا تانت وأطلس في الميثولوجيا الأمازيغية. وفي رواية أفلاطون أطلس اسم مشتق من أطلانتا، وهو اسم لجزيرة أو قارة أسطورية. ذكر أفلاطون أنها غرقت في البحر، أخذت اسمها من اسم الشعب الذي يسكنها، وهو شعب الأطلنطي الذي نجا من الغرق وعمر شمال أفريقيا، وهو سلف الشعب الليبي الأمازيغي، ثم نزح إلى مصر وبنى الأهرامات، وبعضه اكتسح بلاد الإغريق. هكذا تقول الأسطورة الإغريقية، مع أن أفلاطون يقول أن هذه الوقائع حقيقية وليست أسطورية، وأنه نقلها الإغريق عن كهنة مصر. وفي هذا الصدد يقول الباحث أحمد الهاشمي: أما تسمية الجبال التي تمتد من الجزائر وتونس والمغرب بجبال أطلس فسببها حسب هذا التفسير أن هذه الجبال تنتهي منحدرة نحو مياه المحيط الأطلسي. أما أساطير الإغريق حول أطلس فإنما تعكس ما يحكى لهم عن عجائب بلاد الأمازيغ والإغريق، ومنها جبال أطلس الشامخة، وخاصة قمم أطلس الكبيرة التي تعانق قبة السماء، ولا ترى أبدا في ذلك الزمان، لأنها كانت مقر الثلوج الدائمة وتغطيها باستمرار سحب كثيفة ناتجة عن كثافة هذه الثلوج. والرحلة الذين يتحدثون عن معاينتهم للمنطقة تؤكد ما قلناه، وتسميته أمازيغية محضة. ويرجح بعض الباحثين أن يكون أطلس ملكا أمازيغيا خلده التاريخ بنسج المخيال الشعبي أساطير حوله. فمنهم من يقول أن الإله أطلس هو في الحقيقة ملكا أمازيغيا، وكان رجلا طويلا ضخما له مهابة بين قومه ويخافونه بكونه قويا وغامضا، وأنه سكن جبال الأطلس. ومن يقول أنه كان ملكا على الأمازيغ في جزيرة بين موريتانيا وهسبانيا سميت باسمه أطلنطس، وقد شهدت تمدنا حضاريا كبيرا، لكن بسبب الكوارث الطبيعية اضطر الأمازيغ إلى الرحيل، بينهم الملك أطلس، والرجوع إلى موطن أجداده وجلوس على كرسي عرش مملكة موريتانيا.